سلام البنات، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه طريقه التفصيل والخياطه ديال هذا الموديل اللي كيجيو فيه دوك الشرائط على شكل في وبالبليات في الكمام وكذلك صدايف من الخلف. ونبداو على بركه الله ونفترضوا بان هذا هو الثوب اللي كنحتاجو في الطول ديالو 2.8 سنتيم على عرض 1.5 متر. اول حاجه كنطوي الثوب على الطول ديالو، كنطويه على 2 وكنجيب هاد الجهه المسدوده لعندي ونحط القياسات من جهه الوسط، لان غادي ندير الفصاله ديال الداخل في الخارج، لان عندي الثوب مخطط فغادي خصني نفصلو في اتجاه واحد. وكنحط طول الكلي زائد 4 سنتيم ديال التكفيفه، وكنطراسي واحد الخط اللي عليه غادي ندير القياسات ديالي. كنحط نصف قياس ديال الكتف اللي عندي فيه 19 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه، وكندخل في العنق ب 8 سنتيم وكنهبط ب 3 سنتيم، وكنطيح الكتف ب 3 سنتيم وكنرسم واحد الخط، وكنهبط في التركيز ب 23 سنتيم لان عندي الثوب ليض شويه، والا كان الثوب رقيق فكنهبطو ب 22 سنتيم. وكنحط ربع قياس الصدر زائد سنتيم ديال الخياطه، وكنرسم حردة ديال التركيز، وكنهبط للجلايل اللي كندير فيهم 48 سنتيم، وكنصل بخط من هاد النقطه هادي بلا ما كنحتاجو لا قياس ديال الحزام ولا قياس ديال الحوض، لان قياس ديال الصدر هو اللي كيتحكم ليا في العبار ديالي. وكنطلع من هاد النقطه هادي ب5 سنتيم صافي، وكنقطع الامام. من بعد ما قطعت القطعه ديال الامام غادي نحطو على بقيه ديال الثوب، وكنخلي من جهه الحاشيه 6 سنتيم على حسب الصدايف اللي غادي ندير في الخلف، وكنطراسي عادي. والا جاتكم هاد المسافه مضيقه غادي تبقاو هابطين بالامام حتى كتلقاو القياس ديالكم. من بعد ما قطعت القطعه ديال الخلف غادي نخليه كما هو، وغادي نجي القطعه ديال الامام ونهبط في العنق ب 15 سنتيم. من بعد ما فصلت القطع ديال الامام والخلف غادي ندوزو للتفصيل ديال الاكمام، لكن من بعد غادي نقطعوا هاد الزوائد باش نفصلوا باريحيه. وكنحل الثوب ونعاود نطوي على 2 ونعاود نطوي على 4 بحيث يكون عندي في هاد المسافه 30 سنتيم. وكنجي الجهه المسدوده وكنخلي 6 سنتيم على حسب الكشكشه او لي بلي اللي غادي ندير في فوق ديال الكم، وكنطراسي واحد الخط. كنخلي داك 6 سنتيم اللي طراسيت، ومن هذا الخط غادي نحط القياسات ديالي وكندخل ب 24 سنتيم، وكنهبط من هذه النقطه ب 13 سنتيم كما كتلاحظوا بحال الكم العادي. وكنرسم واحد الخط ونقسمه على 4 ونطلع من هذه النقطه بسنتيم، وكنهبط من هذه النقطه بسنتيم، وكنحط طول ديال الكم زائد 4 سنتيم باش غادي يجي الكم منفوخ زائد داك الباندا اللي غادي نديرو. وغادي نجي للدوره ديال الكم وغادي نخلي داك 6 سنتيم اللي خلينا، غادي ندير في الدوره ديال الكم 24 سنتيم لان غادي ندير فيه لي بلي. وغادي نطلع من هاد النقطه بسنتيمين وندخل من الجهه ديال الدوره ديال المرفق بسنتيمين، وكنطراسي وكنقطع. ومن بعد غادي نفصل دوك القطع د الباندا، وكنتني الثوب على 2 وكندير في الطول 23 سنتيم على عرض 14 سنتيم. وهكا كنحصلوا على جوج قطع ديال الباندا. وهذا الثوب المتبقي كنفصلوا به دوك الشرائط اللي كيجيو في الكتاف وفي الاكمام، وكندير جوج شرائط اللي في الطول ديال كل واحد 1.5 متر على 7 سنتيم في العرض. وكنقطعوا كذلك القلبات الامام والخلف.
فقط كاين الاختلاف غير في القلبه ديال الخلف اللي كنتنيو فيه ديك 6 سنتيم وكنطراسيو بهذا الشكل هذا. وهكا كنكونوا فصلنا جميع القطع وندوزو لطريقه الخياطه. من بعد ما فصلت على الثوب كما كتلاحظوا هادو القلبات والباندات والكمام والقطع د الخلف ود الامام. وهنا خدمت هاد الموديل هذا بالثوب ديال القطيفه، كل واحد شنو كيسميه، وفصلته الداخل في الخارج لان الثوب عندي مخطط وخاصو يتفصل على اتجاه واحد. هذا بالنسبه للمبتدئات. اول حاجه كنبداو بها هي كنحط القطعه ديال الظهر على القطعه ديال الامام، الوجه على الوجه، وكنخيط الكتاف. من بعد ما كنقسم الاكمام على النصف كنحط نصف الكم على نصف الكتف، دائما الوجه على الوجه. وكنثبت هاد الجهه هادي بالفنايت، وهاد الجهه اللي كتبقى ليا كنخلي فيها تقريبا 5 سنتيم وندير فيها لي بلي، ونفس الشيء الجهه الثانيه. من بعد ما كنخيط الكمام كيجيو بهذا الشكل هذا، وندوزو الخياطه ديال العنق. وكنخيطوا القلبات مع بعضهم بقيمه 1 سنتيم. وكنجيو للعنق وكنثبتوه مع القلبات بهذا الشكل هذا، الخياطه د الكتف مع الخياطه.
وكنخلي 1 سنتيم من القلبات ديال الخلف من هاد الجهه هذه بلا خياطه، وكذلك الجهه الثانيه. وكندوز الخياطه على الدوره كامله بقيمه نصف سنتيم ناقص داك السنتيمات اللي خليت في الاول. من بعد ما كنخيط العنق كنكراني بهذا الشكل هذا. كنتني القيمه ديال الصدايف بهذا الشكل هذا، وكنحط عليها القلبه باش تجي مفينيه ملي نقلبوا الثوب من هذه الجهه وكذلك للجهه الثانيه. من بعد ما كنخيط كنقطع دوك القنات وكنقلب كما كتشوفوا كيجيو مفينين من الداخل. وكنجيو للاسفل ديال الكسوه وكنبدا الخياطه من هنا وكندوزوها عليها كامله. من بعد ما دوزت الخياطه عليها كامله كنحط هاد الجهه على الجهه الثانيه وندوز واحد الخياطه باش نثبت هاد المرض، لان غادي نديروه غير على شكل ديكور ما كيتحلش ونخيط عليه الازرار من بعد. والا بغيتو يكونوا كيتحلوا فكتحلوا مكان ديال الازرار وكتخيطوهم بشكل عادي. من بعد كندوز باش نخيطوا الشريط ونعلموا المكان اللي غادي نخيطوه فيه، وكنجي لجهه الكتف وكنهبط ب 28 سنتيم وكندير واحد الخط وكنعلمو مع نصف ديال الامام، وكنجي للكتف وكنهبط ب 13 سنتيم
وكذلك نفس القياسات اللي كندير في الامام كنديرهم في الخلف. وكنلاقي هاد النقط اللي علمت مع بعضهم، وكنجي للكم وكنهبط فيه ب23 سنتيم، وكذلك للكم الثاني. وكنلاقي كذلك هاد النقط مع بعضهم، ونفس الشيء للجهة ديال الظهر. من بعد كنجيب هاد الشريط اللي خيطته من الجوانب وكنتني 1 سنتيم من واحد الجهة وكنخيطو بالكامل. صافي من بعد ما خيطتو كنريقل الماكينه على الخياطه ديال الكشكشه وكندورها على هاد الجهه الثانيه بالكامل. من بعد ما درت الكشكشه في هاد الشريط كنقسمو على 4، وكنجيب القطعه ديالي وكنحط على كل علامه النقطه اللي علمت في الاول. واخا يبقى لينا هاد الثوب شريط فغادي نديرو ليه لي بلي، لان الثوب غليظ ما تخيطاش لينا داك الكشكشه الكافيه، ونبداو الخياطه على داك الطرافاج. وحنا كنخيطو وحنا كنديرو لي بلي حتى كنكملو هاد الشريط هذا.
من بعد ما خيطت هاد الشريط كندوز واحد الخياطه ديال 0.5 باش كيجي نازل، باش كيتفيكسا وكيجي نازل. من بعد كندوزو الجناب وكنخيطوهم بجوج، وكنجيو للدوره ديال الكم وكنخيطوا ليهم دوك الباندات بالشكل الموضح في الفيديو. من بعد ما خيطت الكمام كيجيو بهذا الشكل هذا، وكندوزو الخياطه ديال الازرار اللي غلفتهم بنفس الثوب اللي كيكون كيغلفهم هو اللي كيبيع لوازم ديال الخياطه، وكنخيطهم على الطول ديال الكسوه. صافي كيبقى لينا غير الخياطه ديال التكفيفه، وكنتنيو القيمه اللي خلينا في الاول وكنخيطو باليد او بالماكينه. من الاحسن تخيطو باليد لان الثوب غليظ ما غاديش يصلح لينا نخيطوه بالماكينه، فمن الاحسن تخيطوه باليد. صافي من بعد ما خيطت الصدايف او الازرار على الطوله كامله ديال الكسوه وخيطت تكفيفه على الجلايل باليد كتجي بهذا الشكل هذا. وهكا كنكونوا سالينا من الخياطه ديال هذا الموديل اللي كيجي رائع في اللبسه وكيجي راقي، وديال هاد الوقيته هذه من السنه اللي كيكون شويه الحال بارد. وهكا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انه يعجبكم هذا الموديل وتطبقوه، والى فيديو اخر ان شاء الله.